ازيكم يا شباب. النهارده معانا فيديو جديد من قناه ايردروب كريبتو. النهارده معانا فيديو مهم جدا من منصه باينانس. بس قبل ما نبتدي الشرح عايز اشكركم جدا 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 على الفيديو اللي فات. بجد انا ما كنتش متوقع منه التفاعل اللي انتوا عملتوه ده. انا كنت فاكر ان انا عشان كنت سايب القناه فتره فمش هلاقي اي دعم ولا اي تفاعل. ما شاء الله الفيديو جاب 400 فيو وجبت سبسكرايبرز كتير، فشكرا جدا ليكم على الدعم. ويعني انا انبسطت جدا بصراحه، وانا كده هنزل لكم حاجات قويه جدا عشان انتوا دعمتوني في القناه. الفيديو بتاع النهارده ده هيكون ربح لكل الناس ببلاش تماما، يعني مجانا 100% لجميع الناس من جميع الدول من منصة مشهورة اللي هي منصة باينانس. طبعا قبل ما نبتدي الشرح ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، وشكرا جدا على التفاعل المرة. طب يا شباب زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي فاتحين منصة باينانس. كل اللي عليك انك هتحل اسئلة، مقابل انك تحل اسئلة هتاخد $1.80. تمام، الدولار دولت هتحتفظ بيهم لمدة 150 يوم من العملة، ومن العملة دي هتعلى يوميا او على حسب العملة. يعني العملة دي حصل لها مثلا بامب وضربت في السماء، انت حرفيا بقيت معاك مبلغ كبير جدا محترم من خلال عملة بسيطة او حل اسئله بسيطه. فيلا بينا عشان نبتدي الشرح. زي ما انتم شايفين يا شباب دي منصه باينانس عادي. كل اللي عليك انك هتروح على كلمه مور او المزيد لو باللغه العربيه، وهتنزل تحت هنا هتدور على كلمه اسمها ليرن اند ايرن او اتعلم واكسب باللغه العربيه. تمام، هتدوس عليها. زي ما انتم شايفين يا شباب ده السؤال اللي احنا هنحله. دي العمله طبعا اللي احنا هناخد منها العملات. زي ما انتم شايفين هنجمع 72 من العمله دي اسمها بوند. تمام، هناخدها مجانا 100%، وهتعدل لنا كمان مجانا 100% لمده 150 يوم. يعني في احسن من كده، ابسط من كده مفيش. السعر اولا كويس جدا، هناخد 72 قطعه من العمله. الله اعلم ممكن تعلى بكره، ممكن تعلى بعد شهر، ممكن تعلى بعد شهرين، ممكن على الشهر الخامس تعلى. فانت حرفيا انت معرض انك تاخد ربح جميل جدا من حاجه بسيطه من منصه باينانس مجانا 100%. طب يا شباب زي ما انتم شايفين احنا كده وصلنا لمرحله حلوه جدا. انا ممشي معاكم بشويش عشان في ناس ما بتبقاش فاهمه قوي ازاي الخطوات دي، بنعديها بسرعه فما بتاخدش بالها. زي ما انتم شايفين هي القائمه بتظهر لك كده. كل اللي احنا عايزينه بالظبط حاجه واحده بس. او زي ما انتم شايفين قبل ما نبتدي في 150 يوم، وزي ما انتم شايفين ده التعدين، ويوميا ده الربح من خلال العمله. شايف يعني يعني كل يوم هتاخد المبلغ ده لحد 150 يوم. فانت معاك 72 قطعه زائد ان في تعدين فوقيهم كمان، فدي حاجه جميله جدا. يلا بينا نروح على كلمه ستارت ليرنينج. شايفين الكلمه الصفرا دي؟ هندوس عليها او ابدا التعلم. طب يا شباب هيدخلكم على حته شبه كده بالظبط. انا دلوقتي ماشي معاكم خطوه بخطوه. زي ما انتم شايفين هيدخلكم على الجزئيه دي. عايزين نعمل كلمه ستارت كويز او بدء الامتحان. تمام، بس بيقول لك عشان تبتدي الكويز لازم تعمل حاجه، تتفرج على الفيديو. فاحنا ممكن نعمل حركه جميله جدا. شايف الفيديو ده؟ ممكن نقوم عاملين نقدم شويه. شفتوا يا شباب انا عملت ايه دلوقتي؟ ركزوا معايا كده. انا دخلت على الفيديو يعني عملت بس انا قدمت كده بايدي لقدام زي ما انتم شايفين، بحرك البتاع اهو كده. تمام، بعد كده هندوس هنا اهو. يعني اعتقد كده خلاص. زي ما انتم شايفين يا شباب بعد ما خلصت او عملت الفيديو لقدام شويه، قمت دايس على السهم ده كده قدام. تمام، يعني ما عملتش اي حاجه حرفيا، انا بس ايه بعمل الحاجات دي عشان يقدر يدخلني على الكويز. بعد كده هندوس ستارت كويز. زي ما انتم شايفين اهو كده دخلني على الكويز. زي ما انتم شايفين اهو دلوقتي عندنا 9 اسئله، والاسئله انا كلها انا هحلها لكم دلوقتي مع بعض واحنا ماشيين. طب يا شباب احنا مش محتاجين نحل الاسئله، ولا محتاج ان انا اتعبكم وتحلوا الاسئله. انا جايب لكم كل الاجابات بكل بساطه. زي ما انتم شايفين هنيجي على كلمه اول اوبشن هنا، اول اجابه. طبعا ترتيب الاسئله مش زي بعض، فانت حاول بقى تقعد ترجع من الفيديو وتجيب قدام لحد ما توصل لنفس السؤال بتاعي بالظبط. زي ما انتم شايفين ده السؤال اللي ظهر لي اول واحد، والاجابه بتاعته هتكون اللي هي اول واحده دي. بعد كده هندوس كلمه سبميت. تمام، زي ما انتم شايفين هيدخلنا على السؤال اللي بعده بعد ما ندوس على كلمه نيكست كويشن او السؤال اللي بعده اهو. زي ما انتم شايفين جالنا سؤال تاني دلوقتي هنحله مع بعض دلوقتي اهو. الاجابه يا شباب هتكون في السؤال ده اول كلمه فيها مكتوب تراستد. تمام، انا ماشي معاك بشويش اهو عشان مثلا محدش بيعرف يقرا انجلش او حاجه يبقى متابع معايا كويس. زي ما انتم شايفين هي دي. بعد كده ندوس على كلمه سبميت. بعد كده هنروح على نيكست. طب يا شباب احنا جينا كده على السؤال اللي بعده. زي ما انتم شايفين هنختار كلمه او اللي هي اولها زد كي بس. يعني هي بكل بساطه كده السؤال هيظهر لك بالشكل ده. اول لما تلاقي فيه كلمه اسمها كالي بي اس او دي هتختار على طول زد كي بروف ماركت بليس. او لو انت مش عارف تقرا اصلا انت ممكن تشوف بس من الصور، فاهم يعني بالشكل كده على طول تعرفها. تمام، وقف الفيديو بتاعي وقف من باينانس وشوف بس كده. بكل بساطه حلينا السؤال. هنروح على كلمه سبميت وبعد كده هنيجي على كلمه نيكست كويشن. طيب يا شباب ادي السؤال اللي بعده، السؤال الرابع. طبعا زي ما قلت لكم بفكركم تاني ان مش كل الناس نفس الاسئله بالترتيب، يعني ممكن السؤال الرابع عندي هو يكون عنده التاسع. تمام، فزي ما انتم شايفين السؤال ده لما يظهر لك بالشكل ده وبنفس الاسئله دي تختار كلمه اللي هي اخر واحده دي، او هي مش شرط تكون اخر واحده بس نفس الكلام ده بالظبط. يعني لازم يكون نفس الكلام ده بالظبط في السؤال اللي عندك. هتدوس سبميت.
بعد كده نعمل next question ونخش على اللي بعده. طب يا شباب زي ما انتم شايفين ده احنا جينا كده على السؤال الخامس، يلا بينا نحله. طبعا بكل بساطه السؤال سهل جدا، هنقوم دايسين على كده نختار كلمه بوند. تمام، بعد ما نختار كلمه بوند هنقوم دايسين على submit، بعد كده هنختار next. نيجي على السؤال اللي بعده، يلا بينا نحله. طب يا شباب السؤال ده اللي بعده السؤال السادس، بيقول لك وات از مارلين. كل اللي عليك انك هتختار السؤال او الاجابه اللي هي قدامكم دي زي ما انتم شايفين، نفس ما زي ما بقول لك بالظبط. شوف بالشكل بنفس الحروف، نفس العدد الحروف، واختار لو انت مش عارف تقرا عشان بس محدش يفوته حاجه، انا براعي كل الناس. زي ما انتم شايفين نختار كلمه سبميت، بعد كده نختار كلمة next question ويلا بينا على السؤال اللي بعده. طب يا شباب جينا على السؤال اللي بعده، يلا بينا نحله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة السؤال ده مش عايزكم تلخبطوا فيه لأن فيه كذا كلمات شبه بعض. تمام، شايف دي اللي هي أولها K وتاني حاجة مكتوب and بعد كده S، دي الغيها خالص، مش عايزين دي أصلا. الإجابة بتاعتنا هتكون دي، أولها O والتاني واحدة K. تمام، يعني O and K. تمام، ما تنساش دي، ما تختارش دي ولا دي ولا دي، هي الإجابة هتكون دي. تمام، بعد كده هنختار submit، بعد كده نيجي على next question ويلا بينا نحل اللي بعده. يلا يا شباب ادي جبنا السؤال بتاعنا اهو الثامن وفاضل لنا واحد، هنختار اول اجابه. تمام، زي ما انتم شايفين نختار اول اجابه، ما تتلخبطش ما بين السؤال الاولاني والسؤال اللي احنا وصلنا له ده دلوقتي عشان كان اول واحد برضو فيه نفس الكلمه دي. بس هنختار كده اهو زي ما انتم شايفين، بعد كده نختار submit، بعد كده next question ويلا على اخر سؤال. زي ما انتم شايفين ده اخر سؤال يا جماعه، والاجابه هنا برضو يا جماعه هتكون نفس الحاجه، هتكون كلمه all above او اللي هي يعني معنى صح كله، اختيار كله. تمام، هنختار دي، بعد كده نختار submit، بعد كده نختار النتيجة او اظهر لنا النتيجة. تمام، زي ما انتم شايفين يا جماعة ادي بيظهر لنا كده النتيجة اهو قدامكم. بيقول لك ان الكويز خلاص تم 100%، خلاص خلصنا الكويز كده ومبروك عليك. خلال 48 ساعة العملة هتنزل لك في محفظتك لجميع الناس، اي دولة اي مكان، كل الناس اللي منزلة منصة باينانس. ولو انت مش منزل منصة باينانس هتلاقي اللينك في الديسكريبشن لو حابب تنضم لمنصة باينانس عشان بنربح من عليها ربح كتير مجاني وربح استثماري، وكمان حتى بنحوش عليها. شكرا جدا لمشاهدتكم يا جماعة، وشكرا جدا على الفيديو اللي فات. طبعا انا ما كنتش منزله ولا كنت محضر اي حاجة من ناحية ان انا هجيب مشاهدات، كنت عامل ان انا هجيب مثلا 5 مشاهدات، ما شاء الله وصلتوني 400 وداخلين على 500. دي حاجة جميلة جدا، متشكر جدا لكل الناس، ومتنسوش طبعا لايك سبسكرايب وشير. وطبعا مش هقصر معاكم، انا جبت لكم الكويز ده عشان دي مكافأة مني كده ليكوا، بحيث ان انتوا دعمتوني في الفيديو اللي فات، فقلت يلا مش هبخل عليهم بحاجة. شكرا جدا والسلام عليكم.